السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ورجعنا لكم النهارده في فيديو سهل وبسيط ولذيذ جدا. زي ما انتم شايفين عملنا لكم الليزي كيك بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه على ستات البيوت، او زي ما انتم شايفين قدامكم حاجه جميله زي الفل. طبعا عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم عمل الليزي كيك ده ازاي، او عمله بطريقه سهله وبسيطه ازاي، بمكونات كلها متواجده في البيوت. يلا بينا نخش الفيديو بتاعنا وتشوفوا عملنا الليزي كيك بتاعنا ده النهارده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي دي المقادير بتاعتنا النهارده اللي قدامكم زي ما شفتوها في اول الفيديو، المقادير بتاعت الليزي كيك. طبعا عندنا البسكوت بتاعنا اهو حوالي 400 جرام، وعندنا كوبايه ونص من الحليب، عندنا نص كوبايه سكر، عندنا نص كوب شوكولاته خام اهو، عندنا معلقه جوز هند، عندنا معلقتين زبده كبار، عندنا 3 معالق كاكاو. طبعا كل اللي هنعمله هنمسك البسكوت بتاعنا هنكسره، نوسع بس لنفسينا كده عشان نشتغل اهو. نكسر البسكوت بتاعنا تكسير عشوائي، مش لازم نفتفته جامد لان ده مش هنعمله تشيز كيك اهو. ليزي كيك ده وصفه انجليزيه اصلا. هو ليه قالوا عليه ليزي كيك؟ لان هو ما بيحتويش على الدقيق او النشا، وكل اعتماده على الكاكاو والشوكولاته الخام واللبن والحليب وجوز الهند. طبعا لو عندنا قالب هنعمل فيه وهنضطر نحط له مكسرات على الوش. طبعا عشان احنا ما عندناش قالب هنلفه رول ونحطه في الفريزر، مش محتاجين لمكسرات لانها مش هتبقى باينه. انما لو عندنا قالب وهنحطه فيه وندخله التلاجة بتاعتنا او الفريزر، فاحنا كده كده القالب مش هيتلف، يعني مش كله هيبقى متغطي. فاحنا ممكن لما نحط الخليط بتاعنا في القالب زي الانجليش كيك كده، نحط على وش شويه مكسرات ونحطه في الفريزر، فالمكسرات بتاعتنا هنا اصبحت باينه. انما احنا هنلفه رولز اهو كده. احنا كسرنا البسكوت بتاعنا اصبح جاهز كده اهو. كده بقى هنجيب حله ونبدا نشتغل على النار، نعمل الخليط بتاعنا. سهل وبسيط جدا ومبياخدش وقت خالص. كده البسكوت بتاعنا اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم اصبح جاهز. نجيب الحله نشيل باقي البسكوت، نجيب المضرب، الحله بتاعتنا الجميله دي نحط فيها الكوب ونص حليب اهو. نحط نص كوبايه السكر، نحط الكاكاو كده. حطينا الكوب ونص سكر وحطينا الكاكاو وحطينا السكر بتاعنا. كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، كده احنا حاطينه على نار هاديه اهوت مع التقليب مستمر اهو. لم بس الحروف اللي هي ماسكه بتاعت الكاكاو دي عشان كل الكاكاو تنزل في اللبن بتاعنا وتنزل في الحليب بتاعنا
كده هنحط الزبدة بتاعتنا. خلاص اللبن بتاعنا بدأ يسخن، كده هننزل بالزبدة اهي. خلاص كده حطينا الزبدة. متاخدش وقت خالص اهو. كده بدأ الحليب بتاعنا مع الكاكاو يغلي اهو. خلاص كده هننزل بنص كوباية صوص كاكاو الشوكولاتة الخام اهي. كده حطينا نص كوباية الشوكولاتة الخام اهي. هنحط معلقة جوز الهند لحد الشوكولاتة بتاعتنا ما تفك او تذوب مع الحليب والكاكاو والزبدة اللي احنا عملناهم اهو. خلاص كده كده خلاص الصوص بتاعنا اصبح جاهز اهو. كده هنطفي النار بتاعتنا ونروح نفرد ورق الزبدة مع ورق السيلفر والبسكوت بتاعنا. كده يا جماعة احنا سيبنا الصوص بتاعنا لحد ما هيدا خالص اهو زي ما انتم شايفين. هننزل بالصوص بتاعنا على البسكوت اهو. بسم الله. هنقلب البسكوت بتاعنا اهو. كده يا جماعه حطينا ورقه الزبده اهي بتاعتنا وحطينا ورقه الفويل اهو. هننزل بالخليط بتاعنا جوه. طبعا عندك كنافه، عندك مكسرات عايزه تضيفيها مفيش اي مشكله خالص. عايزه تعمليها بنفس الطريقه برضو مفيش اي مشكله خالص. طبعا اهو هنساوي الخليط بتاعنا عشان نعمله رولز اهو. كده خلاص هنلف الرولز بتاعنا اهو. نلفه باحكام بس عشان يعمل معانا الدوائر اللي احنا محتاجينها اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده لفينا رولز ولفينا كمان واحده ايه تانية. طبعا عايزين نلفهم ستريتش عشان يحكم معانا الرولز اللي احنا عاملينه ده. مفيش اي مشكله خالص. كده احنا هندخلها في الفريزر لمده ساعتين وبعد كده نيجي نقطعها معاكم ونوريكم الشكل النهائي بتاعنا عامل ايه. كده يا جماعه اهو زي ما احنا شفنا، زي ما شفتوا معانا الليزي كيك اهو. طلعناها من الفريزر بعدها بساعتين بالظبط اهو. هي عملت معانا رولز زي ما احنا عايزين اهو. زي ما انتم شايفين قدامكم حاجه جميله وطعمه مش عايز اقول لكم عامل ازاي. يعني احنا دلوقتي لو خدنا واحده من النص زي كده اهو، شايفين الشكل عامل ازاي. هنقطعه حلقات زي كده ونرصه في الطبق بتاعنا ونرجع نوريه لكم تاني. كده هنقطعه يا جماعه حلقات اهو بالسكينه، سهل خالص اهو 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 زي ما انتم شايفين قدامكم. شايفين شكله عامل ازاي؟ شكله الصراحه تحفه، الطعم بقى احلى. وكده يا جماعه نكون انتهينا من تقطيع الليزي كيك اهو. زي ما انتم شايفين حاجه جميله بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في لقاء اخر ان شاء الله.